اللهم نجنا من هذا اليوم واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك واحشرنا تحت لوائك وتحت ظل عرشك. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. اسمع يا حبيب، اسمع يا حبيب، يا من بكيت من خشية الله، بكيت من الخوف من الله. الباكي يستظل تحت ظل عرش الملك. هكذا أخبرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: 7 يظلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة تحت ظل عرشه، من بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. هل ذكرت الله في جوف الليل؟ هل تذكرت الله وبكيت من خشية الله؟ هل أمنت نفسك يا عبد الله يوم القيامة أن تكون من المستظلين تحت ظل عرش الملك؟ في ناس كتير بتجلس أمام الشاشات يتفرج على مشهد درامي تلاقيه بيبكي بغزارة، قاعد يتفرج على مباراة الفريق بتاعه يخسر يبكي وينهمر في البكاء. نرى العجب العجاب، العباد يبكون من مشهد درامي، يبكون من مشهد درامي ولا يبكون من خشية الملك العلي. أي خسائر هذه، أي حال هذا الذي وصلنا إليه. لماذا لا نبكي من خشية الله؟ لماذا لا نبكي من عظمة الله؟ اسمع يا حبيب لتتعلم عن الله ومن هو الله. جاء حبر من اليهود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صل على حبيبك. هذا رجل لا يؤمن بالنبي فيناديه باسمه المجرد. أما أنت يا مسلم إذا سمعت صوت رسول الله، اسم رسول الله، لا بد أن تصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قال: يا محمد إنا نجد عندنا في التوراة. أنا عايزك كده تركز معايا وتوحد الله. إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. ابتسم الحبيب النبي ثم قال لهذا الحبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مهما انتوا تقدروا قدر الملك مش هتعرفوا. السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن: أنا الملك. أين الملوك؟
أنا الجبار أين الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ نبكي من أجل مباراة، مشهد درامي. يا أخي ابكي من عظمة الملك العلي، ابكي من عظمة الله. أخبر